بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ اهم حاجه ان شاء الله بنبدا، قبل ما نبدا معاكم باذن الله يا ريت تفاعل بالله عليكم، لان التفاعل عندي قل قوي في الصفحه. يا ريت اللايك، لان اللايك بيرفع الفيديو، بالذات برج الدلو. انا طبعا عارفه اللي اكتر اللي معايا برج الدلو. هنبدا ونسمي الله، ويا ريت اللي عايز اي برج يقول لي، لان اكتر اللي بيطلب مني برج الدلو. تمام، يلا نبدأ بقى ونسمي الله. طبعا أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عندك يا برج الدلو، وإن شاء الله احنا نبدأ بالأخبار الجميلة الحلوة الكويسة الأول إن شاء الله. طبعا عندك يا برج الدلو إن شاء الله تعالى في فرحة كبيرة جاية لك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. جاية لك فرحة حلوة قوي قوي، يعني إن شاء الله في يا إما مولود هي في الطريق، يا إما فرحة خطوبة أو جواز أو المهم إن أنت جاي لك فرحة عن قريب إن شاء الله، في خلال أول الشهر الجاي إن شاء الله تعالى، أو في الفترة دي. فربنا يفرحهم جميعا ان شاء الله. وعندك طبعا بالنسبة لطريقك ان شاء الله في طريق المال، طبعا بالنسبة للشغل والعمل وكده ان شاء الله جايلك ان شاء الله جايلك انفراجة حلوة كويسة بإذن الله. جايلك في الطريق ان شاء الله مال، بس المال مش كتير يعني، حلو كويس. بس انت ده من ناحية الشغل، يعني ان شاء الله تعالى جايلك من ناحية رزق، ده من يمة شغلك. بس انت برج الدلو عندك كمان عندك محكمة. تمام، عندك محكمة مش عارفة بس المحكمة دي خير، يعني دايما بيجيلك في الخير الحمد لله. جايلك يعني ان شاء الله خير من ناحية المحكمة دي، يا اما تعويضك يا اما يجيلك رزق ان شاء الله، يعني في رد حاجة مثلا، رد مثلا لا قدر الله انت كنت في بيتك او حاجة، المهم في رد يعني ان شاء الله تعالى. وعندك كمان بص، اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. عندك حاجة بقى اللي مزعلاني منك يا برج الدلو، ان انت مش واخد بالك من صحتك خالص 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 في الفترة دي تماما. يعني انت عندك مشاكل دلوقتي، عندك دايما نظرك في الفترة دي، عندك صداع، بتشتكي دايما من الصداع، دايما عينيك تحس ان انت مش قادر تتحرك. تشوف رجلك طبعا مش قادر تتحرك منها، تعبان نفسيا وبدنيا. وعندك مشكلة محيراك وشغلة تفكيرك الفترة دي، النوم عندك مش كويس، بتفكر كتير وبتسهر كتير. ده كله بسبب ايه؟ العلاقة الثلاثية يا برج الدلو. مشكلتك ان انت عندك بتحب العلاقات، يعني انت متعدد العلاقات. تمام. طبعا الكلام ده مش كله لبرج الدلو، في يعني نسبة كبيرة من برج الدلو كده العلاقات متعددة. تمام. وعندك كمان ان شاء الله تعالى انت كان عندك كذا مشكلة، بس الحمد لله ربنا يعني خرجك منها على خير اهو. عندك بس أداة واحدة، على مشكلة ولا مشكلة تانية. تمام، بس الحمد لله ربنا طلعك منها على خير. المشكلة دي كانت بسبب حد من أهلك انت يا برج الدلو، مش من أهل الشريك. تمام، لأن تشوف عاملين ازاي، سبب واحدة طويلة كده ومبعجرة، يعني هي طويلة كده ومبعجرة من النص كده. مش عارفة الناس بقى تفهم مبعجرة، هي تخينة يعني، مقلبوزة من الوسط. تمام. وعندك كمان ايه، اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام. اهي كمان حتى في الطبق في الفنجان من جوه كمان عندك دي صخرة، يعني انت بتعاني في الفترة دي من مشكلة كبيرة كبيرة مخام، يعني شلة تفكيرك مخليك مش قادر لا تقوم لا ليل ولا نهار. ده بسبب واحدة. تمام، والواحدة دي مسبب يعني شغلة كل تفكيرك، او العكس، يعني يا واحد يا واحد، يعني انتوا الاتنين، يعني حسب اللي بيشوف برج الدلو. تمام، فانت حاول يعني تاخد قرارك، والحاجة ديت ما تنفعش تبقى عليك، لان الحاجة دي مرتبطة. تمام، في يعني الحاجة اللي انت بتفكر فيها دي، او الشخص اللي انت بتفكر فيه، او الشخص او الواحد او الواحدة اللي انت بتفكروا فيهم، دول مرتبطين يعني. فانصحك بلاش العلاقة دي، يا ريت تبعد احسن، لان العلاقة دي توديك يعني في مكان كده ملوش داعي. فحاول ان انت تطلع من العلاقة دي بأي طريقة. حتى بصي عندك اهو، شفت هنا اهو العين، يعني الشخصية ديت او العلاقة دي هتسبب لك مشاكل كبيرة وانت مش قدها، وانت اصلا يا برج الدلو ما بتعرفش تاخد قراراتك، ضعيف الشخصية من غير زعل، ضعيف الشخصية جدا. وعندك حرف محمد، يعني عندك قصدي اسم محمد. محمد ده ممكن يكون الطرف التالت، او او حرف النون،
وحرف العين. تمام. عندك حرف العين برضو ظهر عندك كتير قوي يا برج الدلو. مش عارفة انت عاوز ايه من حرف العين؟ حرف العين ده ولا هيعبرك ولا هي يعني كذاب. اهم حاجة عنده مصلحته. ماشي، ما بدورش على مصلحته، وبلاش تنكش، عشان ده لا هيديك ولا هتاخد منه حرف العين ده. تمام، فياريت تبعد عنه. خليك في الحرف في الاسم محمد كويس. تمام. وعندك حرف الايه، طبعا حرف الايه ده لا بضر ولا بينفع، يعني كويس لحد ما برضه كويس معاك في حقك، يعني مش وحش. تمام. ده بالنسبة لبرج الدلو. اهم حاجة لو وصلت معايا لحد هنا متنسوش بقى في اللايكات بالله عليكم. بس انت عندك زي ما انا قلت لك، خلي بالك من صحتك يا برج الدلو، لانك انت في الفترة ديت مش واخد بالك من صحتك خالص، بتشتكي كتير من التعب والارهاق، وانك ما بتعرفش تاخد قراراتك، وانت دايما ضعيف الشخصية و... والشريك يعني ما شاء الله متسلط عليك جامد، مش مسيطر عليك بمعنى اصح، مسيطر عليك قوي. فانت خلي بالك من نفسك يا برج الدلو اكتر من كده، وانا مش هقول اكتر من كده. ماشي، ونلتقي في فيديو جديد باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.